أهلا بكل المتابعين على قناة اليوتيوب أو على صفحة الفيسبوك. هتكلم النهاردة في موضوعات كتير، خليكم معايا. وقبل ما اتكلم ياريت تشتركوا في القناة وتتابعوني وتعملوا لايك وشير وتفعيل الجرس. هتكلم على بيع قناة السويس مقابل $1,000,000,000. ده طبعا رقم ضخم جدا. في كلام بيتقال بيقولوا احنا هنبيع قناة السويس. في مقطع صوتي انتشر وتداول كتير من الحسابات المزيفة ان مصر هتبيع قناة السويس والحكومة هتبيع قناة السويس. وده طبعا الحكومة ردت عليه وقالت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خرج للرد عشان ينفي الشائعة دي، وكتب بيان بالتنسيق مع هيئة قناة السويس وأكد إن المقطع ده مفبرك. المقطع ده اللي فيه إيه؟ إن إحنا هنبيع قناة السويس، ده طبعا المقطع ده مفبرك. وقال إن المعلومات دي كلها مزيفة، وإن القناة دي هتظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع لسيادتها سواء في الإدارة أو التشغيل أو الصيانة، كما سيظل كامل طاقم الهيئة من المواطنين المصريين مستندا إلى نص الدستور بحماية قناة السويس وتنميتها. يبقى كده قناة السويس طبعا مش هتتباع عمرها، هي مصرية وهتظل تكون مصرية. الموضوع التاني بيع الأصول. قالوا ان في اجمالي قيمة ما طرح من الشركات والاصول حتى الان بلغ 5.8 مليار دولار لغاية دلوقتي. وفي ناس بقى متضايقة، ده بيبيعوا الشركات، بيبيعوا حاجات مهمة في البلد. ده ما اسمهوش بيع الاصول. ده يعني مش معناه بيع، معناه ان سياسة ملكية الدولة اتغيرت شوية، عايزة تدخل القطاع الخاص معاها عشان يبقى في استصلاح اقتصادي وخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات. المصريين كلهم يقولوا الحكومة والجيش ماسكين الشركات كلها، مفيش قطاع خاص بيشتغل. فالدولة دلوقتي بدأت الشركات اللي هي تبع الحكومة والجيش هتبيع نسبة معينة منها. انتوا كنتوا بتطالبوا الجيش والحكومة انها تطلع من الشركات دي ومن الاقتصاد، فهي بدأت تعمل كده فعلا، وبتبيع نسبة معينة من الشركات دي للمستثمرين بالقطاع الخاص، مصريين أو أجانب أو عرب. والقطاع الخاص زي ما انتوا عارفين بيعرف يدير أفضل، وكمان هيكون المستثمر في القطاع الخاص بيعمل مصانع، بيعمل وبيجيب سياحة للبلد، وبيبقى الاقتصاد أحسن، وبيبقى فيه تنمية أكتر في الشركة، وبتبقى الشركة ناجحة أكتر من الجيش أو الحكومة لما تمسك الاقتصاد كله أو الشركات دي كلها. فبكده الجيش والحكومة مش يعني مش هتبيع الشركات بتاعتنا، ولكن نسبة معينة هتشغلها القطاع خاص. وده النظام ده بيبقى في كل العالم، النظام ده موجود مش في مصر، احنا ما اخترعناهوش، النظام ده موجود في العالم كله. اني مستثمر من بره مثلا قطاع خاص بيمسك شركة نسبة معينة عشان يحسنها ويطورها. مشكلة الناس بتبقى مش عارفة هي عايزة ايه. لما يبقى الجيش والحكومة في الشركات ماسكة الشركات والاقتصاد يقولوا ده هي ماسكة الاقتصاد كله، ما ينفعش كده، ويصوتوا. طيب الجيش والحكومة يطلعوا من الاقتصاد يقولوا لا دول بيبيعوا البلد. ففي لخبطة. ده اللي هيتم، ده الجديد ده اللي هو بيع الأصول، ده حاجة كويسة مش وحشة. الموضوع الثالث اللي هو 1000 كوبري. بيقولوا احنا بنعمل وبناخد قروض عشان 1000 كوبري ونفق هنعملهم. هو الخبر ان احنا عملنا نسبة معينة منهم وبنكمل، يعني في عملنا نسبة كبيرة من الكباري ومن الأنفاق زي ما انتوا شايفين البلد بقت ازاي. فبيقولوا ان 1000 الكوبري والنفق اللي هيتعملوا دول او اتعمل نسبة معينة ولسه الباقي ده هيوفر 8 مليار دولار سنويا. تخيلوا، يبقى احنا كده عملنا الكباري دي عشان نوفر 8 مليار دولار سنويا. كنا احنا من الطرق كانت بايظة
واللي قبل كده وما كانش في انفاق ولا كان في طرق كويسة، فكنا بنخسر مش بنكسب. اما دلوقتي لما عملنا كباري كويسة والطرق جيدة هنوفر 8 مليار دولار سنويا علشان تسهيل وتيسير حركة التجارة والنقل والأعمال بشكل عام، وبكده هيجذب الاستثمارات هتيجي من بره. كمان هيبقى في ربط شبكة الطرق في مصر هنا، ويبقى في تكامل اقتصادي مع الدول المجاورة. بنعمل طرق جديدة وبنعمل كباري والحاجات دي كلها عشان منع الحوادث والزحمة الموجودة. كانت دلوقتي قلت بكتير بخفض الزمن بتاع الرحلة، وبكده هيبقى المحروقات هتقل والوقود هيقل، وبكده مش هنستورد كمية اكتر، صح؟ فهيبقى الكمية الوقود قليلة والزمن كمان قليل، والشبكة متصلة كلها بالمحافظات بكل حاجة، وكمان متصلة بالدول المجاورة. الأخبار السلبية اللي بتعلنها قنوات الأخوان زي ما انتوا عارفين، هنبيع قناة السويس، هنبيع الشركات بتاعتنا وهنبيع الأصول وبنعمل كباري وأنفاق وملهاش لازمة. كل ده بيتقال في القنوات دي، وإن يبقى فيه ثورة تانية جاية اسمها طوفان مصر شهر 8، علشان الثورة بتاعتهم بتاعت ثورة الكرامة اللي في 12/7 باظت ما نفعتش، فهم عايزين يعملوا ثورة جديدة فسموها طوفان مصر. فبيقولوا بقى اخبار كذب بقى وكده، هنبيع قناة السويس وهنبيع الاصول وهنبيع كل حاجة. كل ده ليه؟ علشان الناس تنزل الثورة، وطبعا الناس ما بتنزلش زي ما شفتوا، الناس ما بتنزلش. احنا نزلنا قبل كده في الثورة بتاعت 25 يناير، عملنا ايه بالثورة؟ الثورة دي محدش هينزل فيها عشان بيقولوا اخبار كذب كلها، والناس عارفة ان الاخبار دي كذب كلها. وربنا يحمي مصر من اي شر. وفي اخر الفيديو بقول يا ريت ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير وتفعيل الجرس، وتتفرجوا على الفيديوهات القديمة، وكمان تستنوني في فيديوهات جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.